السلام عليكم. معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا الرياضيات. بإذن الله هنشرح النهاردة أول درس في الهندسة للصف الأول الثانوي، اللي هو بعنوان الكمية القياسية والكمية المتجهة. قبل ما أبدأ الدرس، هو الدرس بسيط وسهل خالص، في شوية تعريف كده هنعدي عليها وهسهلها لك. احنا زي ما احنا متعودين، احنا مش بنحفظ رياضة، احنا بنفهم. فعن طريق الفهم هتحفظ التعريفات اللي احنا هنقول عليها دي. فتعالى كده نخش في الدرس ونشوف الدرس بيقول ايه. اولا، هو الدرس من اسمه القميه القياسيه والقميه المتجهه، صح؟ عايزين نعرف الفرق بين القميه القياسيه والقميه المتجهه. ما تخافش. القميه القياسيه دي بيقول لك هي كميه تتعين بعدد حقيقي كمقدار فقط. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني من اسمها هي حاجه قياسيه، يعني حاجه انا بقول عليها، بجيب لها المقدار، بقول دي ب3، دي ب4، دي ب5، سواء الوحده ايه. بقى مش لازم اعرف الاتجاه بتاعها. طب ايه الحاجات اللي هي ممكن تكون شبه القميه القياسيه دي؟ الطول. يعني لو قلت لك طول 1 متر، هو انا عايز اعرف اتجاهه فين؟ انا عرفت طوله خلاص، صح؟ الزمن اللي هو الوقت. لو انا قلت مثلا دقيقتين، مدة دقيقتين، هل انا لازم اقول مدة دقيقتين فين او في اتجاه ايه؟ لا. خلاص. الكتلة. ها، الكتلة واحد وزنه 50 كيلو، هعرف انا اتجاهه فين او مش ازاي؟ لا، ماليش دعوة بكل ده، انا عارف ان هو وزنه، عرفت ان هو 50 كيلو. يعني من الاخر مش ماليش لازمة ان انا اعرف اتجاهها ايه. خلاص. زي برضو درجة الحرارة. درجة الحرارة في الجو النهاردة 30 درجة، في اتجاهها هي الدرجة 30 درجة. خلاص. تاني حاجة بقى اللي ممكن بقى الناس بتتلخبط فيها اما بتشوف الدرس ده، اللي هي ايه؟ المسافة. هتقول لي يا باشمهندس، ده المسافة لازم اعرف المسافة دي رايحة فين وجاية منين، يعني لازم اتجاه ليها. لا، المسافة دي انت تخيل ان انت مثلا في البيت عندك، تمام؟ جيت طلعت من الصالة، دخلت على الأوضة، حودت يمين، دخلت شمال، لفيت في دايرة. دي كلها اسمها مسافة مش اتجاه. يعني ايه يا باشمهندس؟ انت الوقت مشيت حركة، في الآخر انا اقول لك المسافة اللي انت قطعتها دي كلها على بعضها 13 كيلو، صح؟ مش هقول لك بقى انت مشيت يمين في شمال. طب ايه بقى اللي احنا بنقعد نقول يمين شمال فوق تحت وهكذا؟ دي حاجة بنسميها الإزاحة، هنعرفها دلوقتي. بس انت كده عرفت المسافة. خلاص. طيب، الكمية المتجهة من اسمها هي متجهة، يعني ايه؟ هي كمية تتعين بعدد حقيقي برضو، بس ايه بقى؟ كمقدار واتجاه. يعني ايه الكميه دي؟ لازم اعرف مقدارها ولازم اعرف اتجاهها. يعني ايه يا باشمهندس؟ تعالى نفهم كده. لو انا قلت لك القوه مثلا، هتعرفه في تانية وتالتة سنه، ولو قلت لك قوه الشد مثلا 50 نيوتن، تمام؟ هتقول لي دي طب تاثيرها فين القوه؟ انا حاطط حاجه فوق حاجه كده، في تاثيرها لتحت، ولا في قوه من تحت، او في مثلا قوه حركه، قوه جذب، كذا انواع من القوه. فالقوه دي لازم اعرف لها اتجاه، صح؟ طيب ايه تاني؟ الازاحه اللي احنا قلنا عليها، والسرعه. السرعه برضو واحد بيجري بسرعه موجبه في اتجاه معين. مش احنا خدنا مثلا، هتاخدوها برضو بعد كده، ان هو لو بيجري في الاتجاه التاني فسرعته بتبقى السالب. طب هو في سرعه بالسالب؟ لا، السالب ده بيعبر عن اتجاه فقط وليس الا. خلاص. فهي السرعه والقوه. طب تعالى الازاحه بقى اللي ملخبطه الدنيا. الازاحه ده لو انا عندي صندوق مثلا، تمام؟ انا حركته لقدام كده، فتقول لي انت حركته من الموضع الاولاني ده للموضع التاني، يعني عملت له ايه؟ ازاحه. دي لازم اعرف اتجاه. انا حركته مثلا لقدام، صح؟ حركته لورا، دي اسمها ازاحه من نقطه لنقطه. طب لو جيت بقى اقول لك عايز المسافه بتاع الحركه اللي انا عملتها دي، يعني مثلا تعالى اشرحها لك. انا عندي صندوق اهو، خلاص؟ حركته من هنا لهنا، خلاص؟ دي عملت له ازاحه. طب لو جيت حركته من هنا لهنا، ها، عملت له ازاحه. لو جبت لك المسافه هتقول لي انا مشيت في الاول هنا مثلا 5 متر، تمام؟ ورجعت ال5 متر دول، ما انا رجعت لنقطه الاصل تاني، وبعدين مشيت 5 تاني. فلو جيت قلت لك المسافه قد ايه، هتقول لي 5 و5 و5 15. انما مثلا انا الموضع اللي انا عايز اثبت عليه الموضع اللي هو الاخير ده مثلا، صح؟ فاقول لك الازاحه هنا ايه، هتقول لي والله الازاحه من هنا لهنا. بس انا كل اللي كنت ممكن اعمله في الاول ان انا اجيبه من هنا لهنا. اعتقد انت كده فهمت الفرق بين الاثنين. خلاص. طيب لو جينا نعرف المسافه دي مثلا عشان الاختياري بقى،
بيقول لك هو الطول أو المسافة الفعلية للحركة من موضع لآخر. يعني إيه؟ زي ما إحنا قلنا دلوقتي، أنا لو مثلا ماشي مسار مثلا عامل كده، خلاص ده اسمه مسار صح؟ المسافة هقولك مثلا أنا مشيت هنا 5، مشيت هنا 8، مشيت هنا 3، مشيت هنا 4، مشيت هنا 7. خلاص؟ هتجمع لي كل دول مع بعض، 5 زائد 8 زائد 4 زائد 7. خلاص؟ ده اسمه المسافة. يعني أنا مشيت في الآخر كام؟ مثلا دول 15 24 متر. يبقى أنا في الآخر ما يهمنيش أنا مشيت إزاي، لا أنا يهمني المسافة. في المسافة هنا 24 متر. طب تعالى كده أكتب لك الإزاحة وبعدين نرجع للمثال ده. الإزاحة بيقول لك هي أقصر مسافة، يعني أقل مسافة بين موضعين. الموضعين دول اللي هي نقطة البداية ونقطة النهاية بتاعتك. خلاص؟ تعالى بقى نرجع للمثال اللي شرحناه ده. أنا عندي الاتجاه اللي أنا المسافة اللي أنا مشيتها أهي، خلاص؟ مفيش فيها أي مشكلة. قلت لها يا باشمهندس ما أنا ممكن كنت أمشي من هنا لهنا كده على طول، صح؟ أيوه، دي بقى اللي بنسميه الإزاحة. يعني الإزاحة هي الفكرة كلها بتاعتها إن هي بتشوف أقصر طريق فين، ودي الإزاحة. بس انا مشيت الازاحه ازاي؟ لو انا سميت ده الف وده باء، مشيت من هنا لهنا، دي بنسميها نقطه البدايه ودي بنسميها نقطه النهايه. انا كده فهمتك المثال، بس تعالى نفهمه بمثال تاني. تمام؟ انا عايز هنا المسافه وعايز الازاحه. بحيث ايه بقى؟ ما هو بحيث لازم اعرف نقطه بدايتي. انا عايز اتحرك من ج لالف. خلاص؟ تعالى بقى المسافه نقول هتعمل ايه. المسافه مثلا انا مشيت من ج لباء، من ج لباء، ادي اول مسافه بتاعتي، وبعدين قمت ماشي من باء لألف، صح؟ لو قلت لي انا مشيت كام هتقول لي 12 زائد 5 هيساوي كام؟ يبقى انت مشيت يا باشمهندس 17 متر، صح؟ طيب تعالى نشوف الازاحه. احنا عايزين نتحرك من فين؟ من ج لألف، صح؟ مشينا المسار ده. طب المسار ده بنجيبه ازاي؟ من فيثاغورس. ده مثلث قائم، ده 5 وده 12، يبقى هقول جذر 5 تربيع زائد 12 تربيع هيساوي 13 متر. يبقى هو 13 متر. شفت ان في فرق بين المسافه والازاحه؟ ولو لاحظت ان هي اقصر طريق. اقصر طريق ازاي؟ ما هي اقل من المسافه اهي، صح؟ يبقى انت عرفت دلوقتي الفرق من الازاحه. طب واحد يسالني يقول لي يا باشمهندس طب ما احنا كان ممكن نعمل المسافه من مشينا من ج لالف على طول، صح؟ ما انا ممكن اعملها كده لو هو ما فرضش عليك طريق، خلاص. بس هو لو قال لك انا بتحرك من ج لباء وبعدين من باء لالف، خلاص، مشيت هنا خطوتين تقول له دي المسافه بتاعتك. طب لو قلت لك انا جبت الازاحه هتقول له والله من الازاحه من ج لالف على طول، خلاص. فهو بيحدد لك المسار اللي انت هتمشي فيه، ما تقلقش نفسك خالص. طيب تعالى بقى، احنا عرفنا دلوقتي المقدار والاتجاه في الكميات. تعالى بقى نشوف الاتجاه في المستوى البياني بتاعنا. يعني ايه المستوى البياني بتاعنا؟ تعالى، انا عندي كل ده شعاع ببساطه. ده بيمثل ايه؟ الشرق، صح؟ ده بيمثل ايه؟ الشمال. ده بيمثل الجنوب. ده بيمثل الغرب، صح؟ تعالى بقى هنتفق على قاعده مهمه قوي. الاتجاه يعني هحط بدايتي بالظبط ونهايتي، خلاص؟ طيب لو انا قلت لك واو الف كشعاع، بيمثل ايه؟ يمثل ايه هنا؟ يعني اتجاه، بنتكلم في اتجاه. هتقول لي والله يا باشمهندس ده يمثل اتجاه الشرق، صح؟ واو الف اهو مشيت كده، ده اتجاه الشرق. طب تعالى كده نشوف اللي بعدها، واو باء. تقول له والله ده يا باشمهندس يمثل اتجاه الشمال، مفيش اي مشكله. وبالمثل بقى واو جيم تمثل الغرب، واو دال تمثل الجنوب، فدول سهلين مفيش فيهم مشكله. طب تعالى بقى لو انا جيت قلت لك واو هاء يمثل اتجاه ايه؟ قلت لي يا باشمهندس ده واقع بين الشرق والشمال، هجيبها ازاي؟ تعالى افهمك هجيبها ازاي. تعالى كده بس، ال 40 دي فين؟ هتقول لي يمثل اتجاه 40 درجه شرق اهي، صح؟ هتقول لي فوق الشرق، صح؟ هي 40 درجه فين؟ احنا محور السناب بتاعنا اهو، خلينا نتفق، خلاص؟ ال 40 درجه دول يعني الشعاع ده اهو فوق ده ب 40 درجه، يعني فوق الشرق ب 40 درجه. طيب فوق دي اللي هي ايه؟ فوق اللي هو الشمال، صح؟ بنشيلها كده وبنقول شمال الشرق.
يبقى انت كده حددت الاتجاه بتاعك. هل فيها حاجة صعبة؟ ها؟ ركز معايا. 40 اهي، بشوفها فوق ايه؟ لقيتها فوق الشرق. خلاص؟ طب تعالى نشوف واحدة تانية. واو نون كشعاع يمثل اتجاه ايه برضه؟ هتقول لي والله ده يمثل 30 درجة. وقلت لي يا باشمهندس بشوفها فوق ايه؟ فاقول فوق الغرب. تمام كده؟ فوق الغرب. اللي فوق الغرب اللي هو ايه؟ الشمال. فبشيل كلمة فوق دي واقول له شمال الغرب. كده صح يا باشمهندس؟ ايوه كده انت شغال صح، سهلتها لك خالص. طب تعالى نشوف واو ي يمثل اتجاه هو 25 درجة. هنا بقى يا باشمهندس اقول له فوق الجنوب ولا ايه؟ عايز تقول فوق الجنوب برضو بنفس المبدأ اللي ماشيين فيه، بس فوق هنا بقى تعرف ان هي كده. خلاص؟ فخلينا نعمل حاجة اسهل، يمين الجنوب. صح؟ مش هي يمين وهنا يمين؟ خلاص؟ طب يمين اللي هو هنا اللي ايه؟ الشرق، فبشيلها. يمين اللي هي ايه؟ شرق الجنوب. هل في حاجة صعبة؟ أنا كده سهلتها لك خالص. كل الفكرة بتشوف هي فوق إيه أو يمين إيه أو شمال إيه. يعني لو في شعاع هنا هتقول لي ده شمال الجنوب اللي هي إيه؟ غرب الجنوب. خلاص؟ تمام كده. تعالى كده نشوف الأمثلة اللي بعد كده. طيب تعالى نكمل كده، هنكمل في الاتجاه برضه. إحنا دلوقتي شرحنا الاتجاه في الرسم البياني، تعالى بقى نشوف الاتجاه لو معانا كده مجموعة مستقيمات. خلاص؟ بيقول لي إن المستقيم أ ب ده أهو بيوازي المستقيم ج د ده. مش بيوازي ده اكيد لانه طبعا باين ان هما مش متوازيين. خلاص، فبيقول لي ايه العلاقه بين هاء الف وباء الف. احنا اتفقنا على حاجه مهمه قوي. اول ما يجيب لك شعاع هتشوف اتجاهه. تعال نشوف هاء الف. هاء الف اللي هو الشعاع ده ماشي كده، شفت ماشي فين؟ من تحت لفوق. وباء الف فين؟ باء الف، باء الف اللي هي الكبيره دي اهو، ماشي برضو كده لفوق. خلاص، هو هنا بيقول لي انا عايز اعرف اتجاههم وعلى مستقيم واحد ولا لا. تعال، فهنا انت لو بصيت هتلاقي الاتجاه الاتنين ماشيين فوق. هتقول لي لهما نفس الاتجاه، صح؟ مش هما ليهم نفس الاتجاه وفي نفس الوقت يحملهما مستقيم واحد. يعني ايه؟ يعني هما على مستقيم واحد، مفيش اي مشكلة. طب تعالى نشوف اللي بعدها. هاء الف، هاء الف اللي هي اول واحدة دي برضه. خلاص، خلينا نمسح دي كده عشان ما يتلخبطش. خلاص، هاء الف واو جيم. هاء الف يا باشمهندس ماشية كده، فين واو جيم؟ واو جيم اهي، ده في نفس الاتجاه برضه. بتقول لي لا هما نفس الاتجاه، بس هنا بقى ايه؟ لا يحملهما مستقيم واحد، او تقول لي بمعنى صح ان هما مالهم متوازيان. خلاص، شغل سهل جدا. هاء الف وهاء باء. تعال نشوف اللي بعد كده. هاء الف اهي يا باشمهندس، هاء باء فين؟ اهي. ايه ده؟ انت بتقول لي ان هما لازم يكونوا ماشيين شبه بعض، فهنا هيقول هنا مالهم مختلفان، او خليها ايه؟ متضادان في الاتجاه، صح؟ وفي نفس الوقت برضه بيحملهما مستقيم واحد. خلي الكلام ده مهم عشان نشوف الوقت هنستنتج ايه. تعال نشوف اللي بعدها. احنا مثبتين لو تلاحظ هاء الف عشان بنقارن بين هاء الف وواو د. هاء الف وواو د، واحدة فوق واحدة تحت، يبقى متضادان في الاتجاه ولا يحملهما نفس المستقيم، مستقيم واحد، وإن مالهم متوازيان. طب تعال نشوف آخر حاجة. هاء ألف أهي ماشي لفوق، وعين س أهي. هتقول لي يا باشمهندس ده ماشيين فوق هما الاتنين. ركز بقى، احنا قلنا في نفس الاتجاه، نفس الاتجاه. هل الاتجاه ده اللي ماشي كده، احنا قلنا في الرسمة لو جبناها على الرسمة ده مثلا كأنه في الربع الأول كده، هل زي ده اللي ماشي في الربع التاني؟ لا. فتقول لي دول مختلفين في الاتجاه. ليه قلنا مختلفين؟ عشان الاتجاه ناحية والناحية التانية، وبرضه في نفس الوقت لا يحملهما مستقيم واحد، يعني غير متوازيين. تعالى بقى نشوف هنستنتج ايه من الكلام ده كله. احنا قلنا المستقيمين اللي لهم نفس الاتجاه بيحملهم مستقيم واحد، ولو متضادين في الاتجاه بيحملهما مستقيم واحد برضه. بس الشرط ايه؟
ان هو بيحملهم هما الاتنين، صح؟ خلاص، فهم سواء لهم نفس الاتجاه او متضادين في الاتجاه، استنتج ان هما بيحملهم ايه؟ مستقيم واحد او متوازيين، صح؟ تمام. طيب اما مختلفين في الاتجاه، استنتجت ايه؟ ان عمر ما يحملهم ولا مستقيم واحد، والمستقيمين يكونوا غير متوازيين. يبقى اول ما تعرف ان حاجتين مختلفين في الاتجاه، تعرف ان لا يمكن ان يحملهما مستقيم واحد ويكونوا غير مالهم متوازيين، اللي هم المستقيمين بتاعهم. طب انت بتقول لي الكلام ده ليه يا باشمهندس؟ عشان لو جابها لك في الامتحان ممكن يجيب لك الشعاعين المتحدين في نفس الاتجاه او في اتجاه مضاد، هتجيب لك الاختيارات يحملهما مستقيم واحد ولا لا يمكن ان يحملهما. فانا جايبها لك عشان النقطه دي، لان دي موجوده في كتاب المدرسه. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعد كده، القطعه المستقيمه الموجهه. يعني ايه قطعه مستقيمه موجهه؟ احنا قلنا في الاول في اولى اعدادي تقريبا، قلنا ان القطعه المستقيمه دي هي عباره عن حاجه لها بدايه، قطعه لها بدايه ولها نهايه، نسميها مثلا الف ب. خلاص، المره دي بقى ايه اللي هيزيد علينا بقى؟ ان هي لها بدايه ولها نهايه ولها اتجاه. خلاص، ما من اسمها قطعه موجهه، يعني ممكن اعملها بالشكل ده وممكن اعملها بالشكل ده. خلاص كده انا عرفت ان هي مالها قطعه مستقيمه موجهه. طب يعني ايه معيار القطعه المستقيمه الموجهه؟ يعني طولها يا باشمهندس. طب انت يا باشمهندس زمان كنا في اولى اعدادي بنقول طولها نقوم كاتبينه الف بقى كده. لا، هستأذنك بقى، القطعه المستقيمه الموجهه اولا احنا هنكتبها كده، هي فوقها شرطه كده ونعمل شرطه فوق، بس مش شعاع، شرطه واحده فوق. خلاص، طولها الف باء. تمام، عايزين نجيب المعيار بقى، بنعمله كده يا باشمهندس. عارف علامه المقياس؟ شبهها كده بس متكرره، واحط فيها القطعه وهكذا. ده المعيار بتاعتي. خلاص، طب يعني ايه بقى تكافؤ قطعتين مستقيمتين؟ يعني ايه؟ يعني امتى اقول القطعتين دول متكافئتين؟ احنا اتفقنا زمان في التطابق في اولى اعدادي برضه، ان عشان اطابق قطعتين مستقيمتين اقول لك واحد يكون لهما نفس الطول. فاول ما تعرف ان قطعتين لهم نفس الطول تقول لي يا باشمهندس دول متطابقتين. طب ايه الجديد بقى عندنا؟ الجديد بقى يا باشمهندس اللي هو ده، لهما نفس الاتجاه. خلاص، اعتقد كده فهمتني. يبقى تكافؤ قطعتين بقى، سيبك بقى من الاعدادي، هنا هنبدا بقى نركز تكافؤ القطعتين ان هم يكون لهم نفس الطول ولهم نفس الاتجاه. طب تيجي نفهم القطعه المستقيمه الموجهه دي كده في مثال. تعال نشوف المثال. عندنا متوازي اضلاع. طب من خواص متوازي الاضلاع ايه؟ ان كل ضلعين متناظرين متوازيين وقد بعض، يعني الف باء قد د ج والف د قد باء ج. خلاص، تعالى بقى نشوف الف باء تكافئ ايه. الف باء، اتفقنا ان احنا اتحركنا من الالف للباء من فوق لتحت. هتيجي تقول لي تكافئ قطعه قدها تانية متساويه في الطول، ما انا عارف ان ده الجنب بتساويها في الطول وزائد الاتجاه، ما هي نفس الاتجاه بتاعها اهو. ما ينفعش اقول ج د. ج د الاتجاه بص عامل ازاي فوق، ده مش نفس الاتجاه، فعمري ما اقول ان هي تكافئ. دي تفرق معايا يا باشمهندس؟ ايوه تفرق وتنقص عليها. خلاص، فهي الف باء تكافئ مالها ده الج اهو. تعالى بنفس الطريقه بقى، ده الالف. فين ده الالف؟ ده الالف، مشيت من ده للالف. طب ايه اللي قد ده الالف؟ هي ج بقى يا باشمهندس، والاتجاه انا مشيت من ده لالف، يبقى امشي من ج لباء. خلاص، اعتقد كده بقت سهله. م باء، م باء مشيت كده. هتقول لي تكافئ م د. ازاي م د؟ يبقى انا مشيت لفوق صح؟ لا، انا مشيت من ده لمين. طب يا باشمهندس ده انت غيرت الارقام. انا بقول لك ايه قدها. مش احنا عارفين ان الاقطار برضو بتاع المتوازي بتنصف نفسها؟ يعني ايه؟ يعني دي قد دي ودي قد دي. تمام، انا عارف ان م باء قد م د، بس الاتجاه يا باشمهندس ركز، انا مشيت من م لباء فلازم امشي من ده لمين. خلاص، يبقى تكافئ مال ده لمين. طيب اللي بعد كده الف م. فين الف م؟ ادي الف وادي الميم اهو، مشيت كده، يبقى م ايه؟ م ج. خلاص بقى تحل لوحدك. الف هاء، الف هاء مشيت من الالف للهاء. طب ايه اللي قدها؟ هو قايل لي ان هاء الف هاء في المنتصف، الف هاء بتساوي هاء د، يبقى امشي كده برضو اللي هي ايه؟ هاء د اهي. طيب ميم هاء تكافئ. فين ميم هاء؟ ميم هاء اهي، مشيت كده، ركز بقى معايا.
هل انا معايا قطعه قدها هنا؟ هو هل راسم كده وقال لي ان ده في المنتصف برضو؟ لا. فحضرتك هتقول لي ان هي هنا لا تكافئ. ليه؟ انا ما عنديش حاجه اولا قدها في الطول ولا حاجه قدها في الاتجاه. هو لازم يقول لي، فركز في النقطه دي. طيب بيقول لي ايه العلاقه بين ده الميم؟ فين ده الميم؟ ده الميم اللي هي ده اهو ماشي لتحت، وده الباء. فين ده الباء؟ ده الباء اهو. ها، دول لهم نفس الاتجاه. جدع. هتقول لي يا باشمهندس وبيكافئوا بعض. طب ازاي؟ احنا اتفقنا على حاجه مهمه، نفس الطول نفس الاتجاه. طب ده الميم اللي هي دي اللي هي الصغيره دي، هل هي قد ده الباء الكبيره دي؟ لا. يبقى هم لهم نفس الاتجاه بس ليس لهم نفس الطول، يبقى هم غير متكافئين يا باشمهندس. فهمت؟ ركز بقى معايا. طيب ألف د وجيم باء. ألف د وجيم باء. ألف د أنا مشيت كده يا باشمهندس، وجيم باء مشيت كده. هما لهم نفس الطول بس ما لهمش نفس الاتجاه، يبقى غير متكافئين يا باشمهندس. خلاص؟ أعتقد كده أنت فهمت هو يقصد إيه بالكلام ده. طب تعالى كده إيه نشوف بعض الأسئلة التانية. طيب ركز بقى معايا في آخر حاجة في الدرس ده. عندنا مستوى إحداثي، تمام؟ وعطلنا شوية نقط عليه. هو بكل بساطة هيبقى عايزنا نجيب قطع مكافأة ليها. أنا أعلمك إزاي نجيب القطع المكافأة دي، مفيش أسهل من كده. هو بيقول لي عندنا ألف وباء وجيم ودال. بيقول لي ارسم ألف باء. خلاص؟ نرسم ألف باء. ألف باء أول نقطة اللي هي ألف سالب 2 وواحد اللي هي النقطة دي. خلاص؟ وباء 1 و3 1 و3. خلاص؟ ادي ألف باء. اتجاهها ازاي؟ اهي. خلاص؟ بيقول لك ثم ارسم ج هاء ودال لام كل منهما تكافئ ألف باء، يعني عايزين قطعتين قد ألف باء. ثم أوجد إحداث كل من هاء ولام. مفيش أسهل من كده. تعالى نرسم باء. باء اللي هي إيه؟ 1 و3 رسمناها. تعالى نرسم ج. ج اللي هي 2 و2 2 و2 اللي هي النقطة دي. خلاص؟ طيب ودال سالب 1 1 وسالب 1 سوري اللي هي النقطة دي. خلاص؟ دي النقطة ج ودي النقطة إيه؟ د. تمام. أنا عايز حاجة في نفس اتجاه ألف باء، نفس اتجاهه بكل حاجة، يعني كأنها بتوازيه، وفي نفس الوقت الطول. خلاص؟ فاحنا اتعلمنا كده زمان حاجة اسمها الانتقال. يعني ايه؟ يعني أنا انتقلت من الوقت من ألف لجيم، صح؟ مش هي ألف دي البداية بتاعتنا وجيم هي بداية النقطة الجديدة اللي احنا عايزين نعملها؟ طيب فأنا أجيب مثلا فرق الانتقال ازاي؟ أو أنا انتقلت قد إيه؟ النقطة ألف اللي هي سالب 2 و1، والنقطة الجديدة اللي هي ج 2 و2. كنت بجيب فرق السينات وفرق الصادات. ازاي يا باشمهندس؟ اقول له اهو الانتقال بتاعي اللي هنا من ألف لج. ازاي؟ 2 اللي هي النقطة الجديدة ناقص 2، 2 ناقص 2 هيساوي كام؟ 4. و2 ناقص 1 هتساوي كام؟ 1. يبقى أنا ده الانتقال بتاعي أو قيمة الانتقال اللي أنا اتحركته 4 و1. خلاص كده أنا طالما جبت الانتقال كده أنا حليت نص المسألة. طب تعالى بقى، هو عايز نرسم ج هاء. تعالى بقى نجيب هاء. هتقول لي هاء ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك هاء كده. ادي ج اهي. ج بكام؟ ها؟ ج احنا جبناها من هنا 2 و2. فانا عايز المناظره لباء. طب باء كام؟ 1 و3. هجمع عليها 4 و1. ما هوش ده قيمه الانتقال بتاعي؟ طيب 1 و4 5، 3 و1 4. يبقى انا جبت احداث النقطه هاء اللي هو كام؟ 5 و4 اللي هي النقطه دي. واوصلهم ببعض واقول له ادي نفس الاتجاه بتاعي يا باشمهندس. خلاص؟ بنفس الطريقه. تعال نشوف الانتقال الجديد. انا انتقلت من الف لدال، تمام؟ يعني دال دي النقطه الجديده بتاعتي.
فبقول 1 ناقص 2 اللي هي موجب 3، سالب 1 ناقص 1 يديني سالب 2. ده الانتقال بتاعي يا باشمهندس. عايز انا اجيب نقطة ايه؟ هو بيقول لي ارسم د ل. تعالى بقى نجيب لام كده. ها، ده دي اللي هي من نظرة لباء، او ممكن اخدها من نظرة لهاء اللي احنا رسمناها جديدة، مش هتفرق. فتعالى مثلا ناخدها مع ج، تاخدها مع باء، بس احنا طالما جبنا الانتقال ما بينه وبين الف، ها، يبقى نجيبه مع ايه؟ مع باء. طيب ادي باء بتاعتي زائد 3 سالب 2، 1 و3 4، 3 وسالب 2 1، يبقى هي النقطة 4 و1 اللي هي النقطة دي. أوصل ما بينهم وأعمل الاتجاه بتاعي، ودي اسمها إيه؟ لا. هل في أسهل من كده؟ مفيش أسهل من كده. ركز، الانتقال بتاعي عشان أجيب النقطة دي، بقت النقطة دي إزاي؟ خلاص بجيبها بالفرق ما بين الاتنين. تمام. بعد كده أنا عايز أرسم قطعة مكافئة ليها، فباخد برضو نفس النقطة اللي أنا عايز أرسم المكافأة ليها وأزود الانتقال بتاعي. يعني إيه؟ أنا كان عندي ألف بقت ج، جبت المسافة اللي هي اتحركتها وقمت مزود نفس المسافة على باء، قامت عاطية لي إيه؟ هاء. وهكذا برضو في اللي بعد كده. كده كل أفكار الدرس أنا شرحتها. بإذن الله قريب جدا، يعني بعد الفيديو ده على طول هنزل لكم حل كتاب المعاصر كله بإذن الله، عشان تبقى طبقت على الدرس الأول كده. خلاص هنمشي على طول، هننزل الدرس وبعد كده حل الدرس. فلو الشرح عجبك هستأذنك تعمل شير ولايك للحلقة وتشيرها لأصحابك عشان يستفيدوا. وشكرا.